الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم بقى في كفتة الرز دي بقى الجامدة دي؟ بصوا بقى جمالها وحلاوتها مع الرز بقى بالشعرية بقى في السقعة دي، أكلة جميلة جدا يا حبايبي. طبعا كلنا بنحب كفتة الرز، أغلبنا بيحبها. هنعملها مع بعض بخطوات بسيطة جدا. يلا بينا ندخل الفيديو ونشوف هنعملها ازاي. معانا الكفتة كده، هنبتدي بقى نصبحها مع بعض. بصوا لونها جميل ازاي وناعمة، والخضرة بتاعتها مظبوطة. انا عملتها معاكم على القناة قبل كده، تقدروا تشوفوا الطريقة كاملة على القناة. هنبتدي بقى نشكلها مع بعض كده بقى. حابين تعملوها صوابع كور براحتكم. انا هعمل شوية كده وشوية كده. انا بعملها يعني متوسطة، لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، بس الحجم بتاعها كده حلو قوي تمام زي الفل. هندهن ايدينا في الزيت كده عشان ما تلزقش في ايدينا. ولو طريه معاكم الكفته تقدروا بقى تحطوها في التلاجة تسمك شويه. انا الكفته معايا هنا مظبوطه، بس بحط الزيت عشان تطلع ايه، لمعه وجميله. بس كده هنكمل الكميه ونرجع لكم. وكده صبعنا الكفته. بص عملنا جزء صوابع وجزء كور. يلا بينا بقى نروح على الزيت ونقليها مع بعض يا حبايبي. ومعانا الزيت سخن، هنبتدي بقى ننزل بالكفته بتاعتنا. بس بقى متماسكه وجميله جدا. بص بقى لونها جميل ازاي والخضره بتاعتها مظبوطه. اللي ما اشتركش في القناه بقى ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد انا بنزله يا حبايبي. بقى ابتدت تاخد لون. بص بقى لونها، انا بحب احمرها شويه عشان تدينا طعم حلو. كده خلاص خدت اللون الجميل، هنبتدي بقى نطلعها. وقولي لي بقى مين فيكم بقى بيحب ياكل الكفته وهي محمره كده زي. طبعا كلنا بنحب ناكلها وهي محمره. الله بقى على جمال الكفته، بجد روعه. هنطلعها كده الكميه كلها. الزيت كده هننزل بقى بالبطاطس، مكعبات البطاطس. بصوا اما نحمر البطاطس بتدينا قرمشه كده في الكفته وما بتبقاش طريه. لو حطيتوها زي ما هي كده البطاطس بتنزل الماده النشويه اللي فيها. كده البطاطس بتاعتنا خدت اللون الجولد الجميل، هنبتدي بقى نطلعها على مناديل المطبخ. وكده بقى مش هتنزل الماده النشويه اللي فيها يا حبايبي، تبقى متماسكه. نبتدي نعمل الصلصه بتاعتها. هننزل كده بمكعبات الزيت، وهننزل كده بقى بالثوم المفروم. هنقلب في الثومه كده لغايه ما تاخد اللون الذهبي الجميل. ريحه الثوم بقى تجنن. ننزل كده بعصير بقى الطماطم. ومعانا التوابل، مكعب ماجي، فلفل اسود، نص معلقه سكر. بس كده يا حبايبي. هنبتدي بقى نقلب ونسيبها بقى تتسبك مع بعضها. وكده الطماطم بتاعتنا ابتدت تتسبك. وهننزل بقى بالكفتة والبطاطس كده يا حبايبي. بصوا بقى البطاطس لونها جميل ازاي. وهننزل عليها بمية سخنة من الكتل. وكده يا حبايبي بصوا الكفتة بتاعتنا بقت جاهزة.
ما شاء الله، بصوا لونها جميلة جدا والكفتة متماسكة. كده خلاص الكفتة بتاعتنا بقت جاهزة، يا دوبك بتاخد معانا غلوتين بس. هنبتدي بقى نعمل الرز بالشعرية. معانا كده مكعبات الزبدة، هننزل بالزبدة وننزل عليها بسرعة كده بايه، بالزيت، عشان الزبدة ما تتحرقش معانا. وهننزل كده بقى بالشعرية ونبتدي بقى نقلبها مع بعض. متنسوش بقى يا حبايبي تحطوا اللايك، عشان في ناس كتير بتنسى تحط اللايك. هنقلب كده بقى الشعرية لغاية ما تاخد معانا اللون الجلد الجميل. لقيت الشعرية قليلة زودتها شوية. كده خلاص، بصوا الشعرية بقى لونها جولد. اهم حاجة تتكوا على لون الشعرية كده يغمق شوية، ما يبقاش فاتح، عشان الرز بتاعكم يبقى مفلفل وجميل. طبعا الكلام ده للعرايس الجديدة المبتدئين. هننزل كده بقى بالرز، وهنديله بقى تشويحة كده لغاية ما الرز بتاعنا يخرفش، عشان يطلع مفلفل وجميل. هننزل عليه كده بقى بالملح، وهننزل عليه كده بقى بالمية السخنة يا حبايبي. طبعا كلنا عارفين الرز طبعا ما بياخدش معانا مية كتير، يا دوبك بس ايه، اول ما المية تبتدي كده تغطيه هنقلبه كده بقى ونغطي عليه ونشوفه مع بعض. وكده خلاص الرز بتاعنا اتشرب، بصوا مفلفل وجميل ازاي. بصوا بقى لون الشعرية اما تحمروها حلو بيطلع الرز مفلفل وجميل. بس كده تمام. وكده بقى يا حبايبي، بصوا بقى الجمال والحلاوة. طبعا كلنا بنحب الاكلة دي، مفيش حد ما بيحبش كفتة الرز مع الرز بقى المفلفل الجميل ده. الله بقى على الجمال. لو عجبكم بقى شكل الكفتة الجميل دي، ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد انا بنزله يا حبايبي. واستنوني في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.